ومناسبة أن المصنف رحمه الله ذكر كتاب البيع بعد العبادات هو أن المسلم بحاجة إلى ما يعينه على العبادة وذلك بطلب الرزق الذي يستعين به على عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يستطيع أن يقوم بالعبادة إلا بشيء يساعده على ذلك. الله جل وعلا يقول: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى قوله: فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والفضل هو الرزق، فالبيع أحد وجوه طلب الرزق، وهو ما يسمى بالتجارة. الاتجار، هذا هو الاتجار، البيع والشراء طلبا للربح، وهذا أشرف أنواع المكاسب. البيع والشراء من أشرف أنواع المكاسب، فالمسلم يطلب الرزق من جميع الوجوه المباحة، بالبيع والشراء، بالعمل الوظيفي، بالاحتراف والعمل باليد، بالزراعة، بكل وسيلة مباحة يطلب الرزق. وهذا مما أمر الله جل وعلا به، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش ويعبد ربه ويصل رحمه وينفق في سبيل الله إلا بالمال، والمال لا يحصل إلا بسبب وطلب. ولا يقتصر الإنسان على نوع واحد، إن حصل ولا يعطل الأسباب الباقية، بل يطلب الرزق بأي وسيلة مباحة ولو بالاحتراف والكد والعمل. أما ما عليه كثير من الشباب اليوم أنه لازم وظيفة ولا ما يشتغل، لازم وظيفة ولا ما هو طالب من الرزق، ويجلس معطل للأسباب ويضيع من يمونه لأنه ما حصلت له وظيفة. هذا غلط. إذا ما حصلت لك وظيفة فاطلب الرزق بغير الوظيفة، بل طلب الرزق بغير الوظيفة أحسن بعد، لأن الوظيفة محدودة. ولا رأينا واحد تجر بالوظيفة، يا الله تكافيه هو وعياله، لكن اللي يبيع ويشتري ويشتغل هذا بالغالب أنه يثري، يحصل على ثروة. فنحن نوجه الشباب بأنهم ما يقتصرون على الوظيفة، بل يطلبون الرزق. الوظيفة آخر شيء، يطلبون الرزق بالبيع والشراء، يطلبون الرزق بالعمل والاحتراف، يطلبون الرزق بأي وسيلة من الوسائل الكثيرة، وأبواب الرزق كثيرة ولله الحمد. ومنها ما بين أيدينا الآن وهو البيع والشراء. ولو أن هذا الشاب اشتغل بالبيع والشراء شيئا فشيئا كان خيرا له من الوظيفة. فيبدأ الإنسان بالبيع والشراء شيئا فشيئا ويتنامى ويكثر حتى يصبح من الأثرياء، خير من الموظفين، خير من الوزراء. التاجر خير من الوزير، التاجر عنده أموال وعنده ثروة، الوزير المسكين ما عنده شيء إلا الوظيفة، مع أن نرفع الوظائف مثلا الوزير، لكن اللي يشتغل خير منه وأكثر ثروة. فنحن نوجه الشباب بأنهم يطلبون الرزق من وجوهه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الاحتشاش والاحتطاب من الجبال وحمل الحطب وبيعه، وجه بهذا عليه الصلاة والسلام. نبي الله داود عليه السلام كان ملكا نبيا، ملك نبي، جمع الله له بين الملك والنبوة، ومع هذا ما كان يأكل من بيت المال الذي عنده، وإنما يشتغل بيده ويأكل من كسب يده عليه الصلاة والسلام. كان يصنع الدروع من الحديد ويبيعها ويأكل من ثمنها، وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام.
فوجوه الرزق ولله الحمد كثيرة ومفتوحة، ولكن على الإنسان أن يتقي الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اطلب الرزق وتوكل على الله واتقي ربك، فإن الله وعد بأنه من يتقه فإن الله يرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى لا شك أنها من أعظم الأسباب لطلب الرزق، تقوى الله أعظم الأسباب لطلب الرزق. فهذا هو البيع. البيع مباح، البيع والشراء مباح بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. أما الكتاب فكما في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا وقال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم. قال تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يجمعون بين العبادة وبين البيع والشراء، ما يجلسون في المساجد ويعطلون الأسباب، ولا يجلسون في المتاجر ويتركون الصلاة، وإنما يجمعون بينهم، يطلبون الرزق ويصلون في المساجد. هؤلاء هم عباد الله الصالحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله هو الخطبة والصلاة، حضور الخطبة واستماع الخطبة والصلاة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع في هذه الفترة، أغلق دكانك، اذهب إلى الصلاة، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتشروا إلى الأرض، ما تجلس في المسجد، ولا الجلوس في المسجد اعتكاف وبقرأ القرآن وبأصلي نعم، لكن طلب الرزق، منين تأكل؟ منين تنفق على أهلك؟ اخرج اطلب الرزق. إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فدلت هذه الآيات على مشروعية البيع والشراء، والأحاديث كثيرة، منها الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ووكل من يشتري له، وحث على طلب الرزق والبيع والشراء والاتجار. والإجماع أجمع العلماء على مشروعية البيع، والحكمة تقتضي ذلك، لأن بعض الناس عنده سلعة ولا عنده نقود، والطرف الآخر عنده نقود ولا عنده سلعة، فلأجل التوصل كل واحد منهما إلى مطلوبه شرع البيع، فصاحب السلعة يبيعها ويحصل على ثمنها، وصاحب النقود يشتري بها السلعة ويستفيد من السلعة، تبادل مصالح منافع. أما لو كل واحد أمسك ما عنده، أهل السلع أمسكوها وأهل الدراهم أمسكوها، لا تضرر المجتمع يقوم على البيع والشراء والاتجار. نعم. صلى الله عليك.